طريق الحياة مليان منحنيات وعقبات بتظهر فجأة. كل واحد فينا هيعدي بلحظات صعبة وتحديات وانتكاسات. لكن السؤال المهم، إزاي هنتعامل مع اللحظات دي؟ فن التعامل مع التحديات مش في إننا نتجنبها، لكن في إننا نحولها لفرص للنمو. كتير مننا بيشوف التحديات كمصايب أو نهاية العالم. ليه؟ الخوف من المجهول. الأزمات بتدخلنا منطقة مش عارفين إيه اللي هيحصل فيها. فقدان السيطرة، بنحس إننا فقدنا السيطرة على حياتنا. الألم العاطفي، أي انتكاسة بتيجي معاها مشاعر حزن أو غضب. النظرة دي بتخلينا نشوف العقبات كحواجز بتوقفنا مش كخطوات. العقبات والانتكاسات لو تعاملنا معاها صح ممكن تكون أهم مصادر قوتنا. بتكشف لك نقط ضعفك اللي محتاجة تطوير. فرصة لإعادة التقييم وتعديل طريقك. الأزمة بتجبرك تقف وتفكر، هل ده الطريق الصح؟ بتخليك تطور حلول مبتكرة وطرق جديدة. بناء المرونة والصمود. القيام بعد الوقوع. كل مرة بتعدي بأزمة وبتخرج أقوى، ده بيبني عندك مناعة نفسية. زيادة الحكمة والوعي. الخبرة بتيجي أكتر من التعامل مع الفشل والصعوبات. كل تحدي بتعديه بيضيف ليك حكمة وفهم للحياة، توسيع آفاقك واكتشاف فرص جديدة. أحياناً بتكون الأزمة هي الباب اللي بيفتح. عشان تحول أي عقبة لفرصة تعلم، اتبع الخطوات دي. تقبل الموقف والمشاعر. اسمح لنفسك تحس بالمشاعر السلبية، ما تقاومش الواقع. اللي حصل حصل. حلل الموقف بهدوء. التعلم من التجربة. اسأل نفسك، إيه دوري في اللي حصل؟ تحمل المسؤولية. إيه الدرس اللي اتعلمته؟ وإيه اللي كان ممكن أعمله بشكل مختلف؟ حط خطة عمل جديدة. بناء على الدروس حط خطة واضحة. ركز على اللي تقدر تتحكم فيه. في حاجات مش في إيدك، ركز طاقتك على اللي تقدر تغيره. كمل طريقك وكن مرن. بعد ما تتعلم وتخطط كمل، ما تخليش الأزمة تحبسك. التاريخ مليان بقصص ناس حولت أكبر تحدياتها لنجاحات. نيلس جي كي رولينج مؤلفة هاري بوتر مرت بطلاق، عاشت على المساعدات ورواية. أبراهام لينكولن مر بخسائر كتير في حياته، بس فضل يتعلم ويصمد لحد ما بقى رئيس عظيم. كل واحد فيهم أثبت إن العقبات مش موانع، دي فرص عشان تطلع أحسن ما فينا. الحياة هتفضل ترمي علينا تحديات وانتكاسات، لكن الأهم هو إزاي هنختار نتعامل معاها. أنت أقوى من أي عقبة تواجهك. كل تحدي بتعديه بيضيف ليك قوة وحكمة. اجعل كل انتكاسة سلم تصعد بيه نحو نجاحك، مش حائط يمنعك. واجه التحديات بشجاعة وتعلم من كل تجربة، وابني مستقبلك على أساس قوي.